قول. يلا. يا جماعة لو سمحتوا اعملوا لنا لايك وسبسكرايب فارق معايا جدا عشان ده مجنون اتجنن خالص، ده جالي لحد هنا. فاعملوا لنا لايك وسبسكرايب ونوتيفيكيشن بيل وشير وكومنتس، اعملوا كل حاجة عشان ابتسم. هنا كاليفورنيا. هنا بوليا. احنا كده هنطفش الناس. 65 يورو يا ولاد الكفرة. كل حاجة في المطار ياخدك على حجره، كان ممكن يقول لك كومبلمنتري قطارة. اما انك انت قليل ادب. نزلنا الى قاع البكابورت، هو تقعد كده زي الكلب وتنزل. بس اللي هو هيسخن لك السندوتش تحت باطه. صبح صبح. مش يا فندي. صعبة يا استاذ سام. انا لسه مش عارف اتعود عليها دي. بس سام. عايزين كده نعمل صوت من بتاع الراديو بتاع زمان. ليه كده؟ ده سؤال صعب، انا ما عنديش اجابه للسؤال ده. ليه عايز تعمل صوت بتاع راديو زمان؟ ايوه ليه يا عم؟ لا، من منطلق كده ماشي، نحس بالتاريخ بتاعنا يلا وبجذورنا. نجرب. هنا كاليفورنيا. هنا بوليا. صبح صبح يا مش افندي. صبح يا استاذ سمسم. احنا كده هنطفش الناس كلها. طبعا. وهنطفش، انا شخصيا هطفش من اللي احنا بنعمله ده. اكيد. هنتكلم عن ايه النهارده يا سيدي الفاضل؟ هنتكلم عن السفر. هنتكلم عن ايه بقى في السفر؟ مش السفر ان جنرال، تجربة ركوب الطيارة. عايزين نتكلم عن تجربة ركوب الطيارة، سبعينات تمانينات تسعينات، والمصيبة السوداء اللي احنا بقينا فيها دلوقتي. والله العظيم والله العظيم، الاير ترافل ده والله مظلوم. مظلوم. طبعا. ازاي بقى؟ من الثمانينات لغايه دلوقتي بقالي 40 سنه بركب طيارات. اخر مره كان من 3 4 ايام. اه ده حاجة فريش يعني. حاجه سوبر طازة فريش طازة كده اه. طازه. ايوه. ما اعرفش انتوا ما عندكمش انتوا في امريكا راين اير؟ بس عندنا مثالها كتير يعني، عندنا سبيريت وفرونتير ومش عارف في كام شركة تانية، بس دول اكتر حاجتين يعني اللي هم كوميرشال قوي وبالرخيص قوي ودفعك عن نفس وكده. ايوه هو ده. فانا يعني اخر مره دي من 3 4 ايام وانا راكب الطياره، قلت والله الناس دي طيبه جدا. الناس دي هم ضد الكابيتاليزم، يا سلام. ضد الكونسيومرزم. ايوه. طبعا. اه طبعا لان طبعا. هم بيضغطوا عليك هم. انك انت تكون efficient، وانك انت تكون سيلف ريلاينت، وانك انت تكون مينيماليست، ايوه مظبوط. وانك انت يكون عندك very little expectations of anything. زيرو. preferably انت لازم، انت اصلك انت بتشتري التذكره بثلاثه تعريفه، كل حاجه بعد كده هوت اغلى من التذكره. لا برضو خد بالك انت ما يمكن انتوا في اوروبا كده، بس في امريكا ما فيش التذكره بالثلاث تعريفه دي، انا مش عارف الاقيها. راين اير اول ما طلعت زمان بقى خالص، كان في تذاكر كانت ب 99 بنس. اه بس مش بيدفعك ضرايب. بيدفعك ضرايب طيب. ايوه مش هتدفع الضرايب، الضرايب هتلاقيها 10 دولار ولا 10 باوند. اه مش كتير، مش 50 و100 يعني. انت دلوقتي في تذاكر ممكن تشتريها ب 25 30 يورو اه بس وان واي. هتدفع عليها ضرايب قد ايه؟ لا لا وايه لا لا، الخدمه اللي بالضرايب. هتاخدها؟ اه لا 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 بالضرايب لا، 25 بالضرايب. يورو. اه 25 يورو طيب بالضرايب. حلو قوي، بس انت تروح باللي عليك، انت هتركب الطياره باللي عليك. لا، انت ممكن تاخد شنطه كده هوت، اللي الشنطه ده اللي هو هو كيس بلاستيك يعني. حاجه، لا هي اكبر شويه من كيس هو البلاستيك. هو بيقول لك هي اكبر بيرسونال سنه. ايتم. بيرسونال ايتم ده اخرك، البيرسونال ايتم ده باك باك، وباك باك بالظبط ما تشيلش بالظبط. اكبر من لابتوب يعني، ما تجيبش باك باك كبيره بتاعت الرحاله دول، هي باك لا باك لا لا بتاعت لا 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 لابتوب لا. يعني. لا اه دي اللي هي انت عارف الشنطه اللي ابني وابنك بيلبسوها وبيحطوها على ظهرهم ايوه وهو وهم رايح رايحين المدرسه، هي المدرسه، دي. ايوه هي دي دي. بالظبط. هي فانت دي. فانت بقى عايز تقول لي ان انت هتسافر من عندك في اي حته تانية في اوروبا، البلد اللي جنبك على طول ايا كانت، هتاخد بقى في الباك باك دي ايه عشان تقعد اسبوع؟ ما هو ده مش منطقي برضه ما يا ده برنس. المضحك. ده المضحك ان انا بشوف ناس مسافره هي بالشنطه دي. اه انا ما بعرفش دول بيعملوا ازاي، مم. وبيقعدوا بقى بشوف فيديوهات يقعدوا يلفوا الهدوم مش عارف ازاي، ويدككوا ايه ويحطوا ايه وبتاع انا ما اقدرش وتلاقيهم كده. لابسين، تبقى في عز الصيف وتلاقيه لابس
تيشرتين فوقيهم قميصين فوقيهم جاكيت. ايوه عشان هو، اه ايوه ما هو هياخد اللبس عشان ده معاه فلبسه ما هو بدل ما يحطه في شنطة. لان هم بقى بيديك تذكرة ب 25 يورو ولا ب 50 دولار، ويقول لك الكرسي عشان تختاره بفلوس، عايز اه تاخد كاري اون بفلوس، عايز تاخد بالظبط تشيكت باجج بفلوس، بالظبط. عايز عايز تاكل تاخد ساندوتش برايورتي بوردنج بفلوس. بفلوس، عايز تاكل عايز تاخد عندنا فاست تراك بفلوس. اه تاكل ساندوتش تشرب مشروب بفلوس، لا 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 والكرسي لا اللي لا. هتقعد عليه كرسي قد كده اهو كمان. ده كان الموديل اللي هو اللي احنا قلنا ان ده البادجت ايرلاينز بس. بس ايوه دلوقتي حتى الناشونال كاريرز، الشركات الكبيره. انا اه امبارح كنت ببص على التذاكر عشان امريكا، فلقيت وبتكلم على اير فرانس مش شركه، واير فرانس بتمتلك كي ال ام، شركه عملاقه. طيب كام يا جدعان التذكره؟ 865 يورو. رقم مش رقم مش صغير. مش صغير، طب بس ده انت ايه سعر كويس، بس هو رقم مش صغير ان جنرال. طب ايه يا جماعه اللي هيحصل في الموضوع ده؟ انت ما عندكش تشيك ان باج. دي حاجة غريبة جدا ان انت تسافر كروس اتلانتيك وكروس كونتريز وتسافر سفرية 11 ساعة معكش تشيكت باك، يعني ايه يا جماعة؟ ادفع. ادفع ليه؟ ما انا انت مش دافع راجل 900 فقيس، يورو ادفع. ما انا دافع 900 يورو، امال انا دافع ايه؟ لا 865، ما ماشي، تتبلاش على دافعهم الناس. دافعهم. انا مش دافع لكم فلوس عشان ايه؟ عشان من تحطوني، عرق جبيني. عشان ترضوا تطلعوني الطيارة؟ ايه السخافة دي؟ ما هم اتعلموا من راين اير، بس على الاقل راين اير بيدفعك ملاليم. ده دفعك فبعد كده ملاليم. لما انت بتحس ان هو والله، واحنا كده واقفين طابور طويل جدا، فانا قلت يا سلام، ايه المينيماليزم اللي احنا كلنا عايشين فيه ده؟ كل واحد بقى ايه على قده كده ماشي مش عارف ايه، وكلنا واقفين في الطابور ابو بلاش اللي هو ما فيش فاست تراك. واصلا انا ايوه مش فاهم الفاست تراك ايه فايدته هناك. ما يعني عملتها مره دفعت 5 يورو قلت اخد الفاست تراك عشان ما بحبش اقف طوابير. اه برجوازي متعفن، اعمل ايه عادي بقى؟ عادي خدت على مش قفايا مشكلة. مفيش فاست تراك ولا نيله، وفضلت واقف في الطابور وفضلت برضه. واقف لان الموظف بتاع الفاست تراك رفضوه او ما جاش. مش ما اه جاش، نايم النهارده عنده برد. اه بالظبط، ايوه ايوه، هبل هبل. لا الشركات الكبيره بقى هي دي اللي يلام عليها الكلام ده، لان دول بيستعبطوا. لان انت دلوقتي انت دافع فيها 865 يورو في لو سيزون ريلاتيفلي، ليتس سي في هاي سيزون هتبقى 865 يورو دول هيبقوا مثلا 1300 يورو، وهي نفس مواصفات التذكره. مفيش تشيكت باج، ومفيش مالكش غير كاري اون، وهتسافر 12 ساعة تروح بلد على بعد آلاف الأميال هتقعد فيها شهر ولا شهر ونص، هو بالكاري اون. ازاي يا جماعة؟ يعني ايه يعني؟ انت ليه عايز حاجات كتير؟ يا خليك كده سيدي راجل انت مالك انت؟ مينيماليست. مينيماليست ايه؟ هو كل الناس هتمشي على، وبعدين انت كمان في شركات كتيرة كبيرة دلوقتي بتعمل ايه؟ بتخليك انت تعمل سيلف تشيك ان وسيلف طبعا. باجج. انت تحط شنطتك على في كشك كده، تحط شنطتك توزنها، يروح مكنه مطلعه لك التيكت بتاعت الشنطه، تروح انت لاففها على الشنطه قافلها ايوه ما انا وحاططها عارف. على السير. لا طب انت واخد مني الفلوس دي كلها تعمل ايه بيها؟ عارف يبقى والله انت والله بتخليني انا عارف. اللي اعمل كل الحاجات. انا ناقص اسوق الطياره كمان، او اقوم اسرفس انت انا على زمايلي في الطياره. انا من سنتين كنت مسافر على راين اير، ونسيت اعمل التشيك ان واطبع اطبع البوردنج باس. اه التذكره يا معلم كانت مثلا ب 19 يورو. فوصلت المطار، انا شاري التذكره كل حاجه، واقف في الطابور بتاع السكيورتي. فلازم هو لازم عشان تعدي السكيورتي لازم يسكان الباركود اللي هو ايوه فاكتشفت ان انا ما عملتش تشيك ان. فقال لي لا انت بعد، انا كنت واقف في طابور 45 دقيقه، قال لي لا انت هتطلع تاني وتروح مش عارف فين، تروح المكتب بتاع الراين اير علشان دفعت 65 يورو على تذكره ب تذكره ب 19. 19 عشان اطبع حته ورقه. 65 يورو يا ولاد الكفره. وكل حاجة كل حاجة في المطار ياخدك على حجره يعني. اه وانت بتشتري التذكرة برضو على الويب سايت، لو اشتريت الشنطة دلوقتي هتبقى ب50 يورو، لو اشتريت ايوه الشنطة في المطار هتبقى ب75 يورو.
مم. لو مش عارف عايز تاكل، لو طلبت الاكل دلوقتي هيبقى ب 15 يورو، لو طلبته جوه الطياره ب 30 يورو. ايه يا جدعان، ايه ده؟ عشان يشقلطك، اه عشان تعمل اه. يحصل لك عملية شقلطة، فتلاقي نفسك كده مش ايه. ممكن يعني، البجاحة وال اسمها والسفاقة ايه؟ وقلة الأدب. او صفاقة وقلة ادب فعلا. الواحد يا عم كان زمان بيقارن بين شركات الطيران، انه لا ده مديني شنطتين بس تشيكت باج، 25 كيلو باين ولا 26 كيلو كل شنطة. لا انا هروح ده لان ده مديني اتنين تشيكت باجز بس 30 كيلو الشنطة. بس دي مشكلة مصرية بس على فكرة. دي ريلاتيفلي مشكلة بس. دي مشكلة مصرية بحتة. ريلاتيفلي عشان الشوبينج وبتاع، وبناخد حاجات كتير، وبناخد اكل بقى اللي رايحين لهم، وسجاجيد المفهوم، ايوه انت فاهم. ايوه ايوه، وحاجات فرعوني ديكور وحاجات كده يعني عشان انا في ايوه حياتي صح مع صح. الناس اللي بره عمري ما سمعت حد بالنسبه له عدد الشنط ووزن الشنط ده بيمثل نفس الاهميه ده حقيقي. زي اللي عندنا في مصر. اه بس برضه افوار امان، على الاقل يديك شنطه تشيكت في رحله طويله كده. يديك شنطه تشاكت ايه يا استاذ؟ انا كنت مسافر من سنه ونص من فيينا، من ليون لفيينا، فراكب الاوستريان ايرلاينز. انت اوستريا دي بالفولار وليون لفيينا والجو ده جو جامد، وبالكحيلي كمان تنحنح لي كمان وسط ما انا بتكلم. البرجوازية المتعفنة اللي انت برجوازية، البرجوازية بتطلع طفحة تطرش جامد علينا عليك النهاردة، جامد. طفحة جامد عليك انا اسف البرجوازية. والله، لا الدنيا يا مان، برد، اعمل لا ايه؟ لا، بس التركيبة الكهرباء كانت قاطعة التركيب. امبارح فما عرفتش ادفي البيت. اه فقاعد فانا بتتدفى متكتك. دلوقتي. لا، متكتك. اتفضل بقى احكي لنا عن ليون وفيينا. والله راكب الطيارة الناشونال كارير بتاعته الأوستريان ايرلاينز، ركبت الأوستريان ايرلاينز. أهلا وسهلا بيكو في رحلة 666 اللي طالعة من فين اللي رايحة فين، مش عارف إيه. We are happy to announce that you will be served a complimentary glass of water. طب اسكت، اخرس، حط لا لا جزمة قديمة في يا بقك وما عم احمد تتكلمش. ربنا، كان ممكن يقول لك كومبلمنتري قطاره، هنيجي نقطع، تفتحوا بقكم كده وتطلعوا لسانكم لبره ونقطر لكم كده 10 نقط ميه كل واحد كومبلمنتري سألك من اوستريان ايرلاينز عشان احنا شركه جامده وشيك. كومبليمنتري جلاس اوف ووتر. اه اما انك اه انت قليل ادب. جدا. والله العظيم اتنرفزت جدا. انا في الكتاب اصلي بتاعي انا بركب الطياره بروح فاتح كتاب وخلاص بقى مركز، ربنا يسهل نوصل ايوه للحته اللي احنا رايحينها. فاللي وخلاص هو اه. يعني ايه الكلمه كده راحت ضربه في ما هي وداني، مش لازم مصدق تضرب. مش مصدق نفسي. اه اللكجري بتاعت زمان مش ده احنا كنا لاكجري يا عم، بنتكلم. ما كانتش لاكجري ولا بتاع زمان، كان منطقي، كان منطقي، بتدفع تمن كويس، مش رخيص ريلاتيفلي لاسعار الحاجات وقتها ودخل الناس وقيمة العملات والكلام ده. كنت بتدفع تمن تذكرة محترم برضو، بس انت الستاندرد واخد شنطتين تشيكت بتركب. يا عم ده احنا رحنا اليونان السنة اللي فاتت. السنة اللي فاتت ايه، احنا رحنا اليونان السنة دي، رايحين من كاليفورنيا لميونخ، ومن ميونخ لأتينا. كاليفورنيا لميونخ، أكلونا مرتين الحمد لله مشكورين، يعني الناس عملت اللي عليها. الرحلة بقى من ميونخ لليونان عشان ساعتين وربع، ما فيش ولا كوباية مية. هو تقعد كده زي الكلب وتنزل. واحنا راجعين رجعنا على اير كندا، هي نفس الرحلة بس هي بس لحظه اوبريتد لحظه، باي اير سؤال. كندا. اتفضل. كانوا بيبيعوا اكل في الرحله الساعتين دي ولا اه اه بيبيع اوكي. اكل، بيبيع اكل، بس مش هنقدم لك ولا كيس سوداني. في الراجع بقى رجعنا من اتينا لمونتريال، ومن مونتريال لكاليفورنيا. فمونتريال لكاليفورنيا دي 6 ساعات لوحدها، برضو بتتعامل معاملة ميونخ لأتينا، مفيش أكل. ده وصلت بيهم البجاحة انه زي كوباية المية بتاعتك كده اللي زلك بيها كومبلمنتري من مونتريال لكاليفورنيا. الانترتينمنت قدامك بس مش هينفع تسمعها. ليه بقى؟ انك لازم تشتري السماعة المعفنة القذرة اللي بيوزعوها على رجل المسافر دي وانت بتركب. قال لك لا، في الرحلة دي احنا بنبيعها، احنا اسفين. طب انا، ما انا جاي مع حضراتكم برضو من اتينا لمونتريال واديتوني السماعة ببلاش، وقعدت وكلت وشربت وكل حاجة.
قال لك لا، اصل دي considered domestic flight. domestic flight ازاي؟ دي بين دولتين و6 ساعات. دي رحلة 6 ساعات، وانتوا راميين الشاشة قدامي على الكرسي، والعيال هتتجنن. فرحت مشتري سماعتين للعيال، وانا وامهم قعدنا بقى والسماعات بكام بقى؟ باصين في السقف. دفعت بتاع $15 في سماعتين معفنين معفنين. سماعات طارة دي معفنة زبالة يعني. ما ايوه ايوه، دي اللي هي مكلفاهم 6 سنت. فالموضوع بقى لا، بقى اوفر جدا، وبقى فج بطريقة مش طبيعية. وانا عيل صغير انا فاكر امي كانت تجيب لي طقم هدوم جديد للطياره دي عشان ما انت راكب طياره ايوه، يا البس ابني، لبس مش احنا جديد بقى. رايحين المطار ولازم، ففي طقم كده انت ما تلمسوش، طقم السفر. ايوه، ده طقم السفر ده. فشوف بقى احنا وصلنا من فين. نزلنا الى قاع الباكابورت، بريتش ايرويز بس جوه اوروبا. فهم بريتش ايرويز برضو ايه، ناس يعني ده الامبراطوريه البريطانيه، فطبعا ناس لارج واكسلانس. فبيقدم لك سندوتش صغير وتلت تلت بيبسي، مش اللي هو مش اللي هو مش الكان العاديه، كان ايوه، كده ايه، قزمه جدا صغيره جدا. المينيتشر دي، ايوه الميني دي. فالاير هوستس معديه، ايه، في كده اللي هو سندوتش جبنه، هو ما فيش، عاملينه فيجيتيريان فيجن علشان محدش يقرفهم. ايوه، وعشان هو ارخص ده، كمان. هو ده، اه، خد بس على اساس ان واسكت. احنا فيجن عشان ما نزعلش الكل. وعلى فكرة وبطلوا يحطوا اي بورك برودكتس. يا سلام. احنا دلوقتي في ناس بقى مسلمين كتير بيسافروا، وفي ناس يهود، وفي مش عارف فيجنز، وفي فيجيتيريانز، وفي بيسكيتيريانز، وفي مش عارف ايه. قال لك لا، احنا هنقرف نفسنا ليه؟ اه، احنا بالظبط. هنعمل حاجة ما ينفعش حد يشتكي منها. كله سفها وخلاص. خد بقى في فطيرك واسكت. خد فطيرك جبنه. ف... فالاير هوستس بتديني سندوتش. سندوتش هو يعني مش سندوتش، هو عارف عارف ربع سندوتش. عارف. هو بالظبط 3 اطماط، خلاص شكرا. ده هو قطمه واحده بالنسبه لي يا محترم. لا، ما عشان قدام الناس يعني، هو انا لو اه، لوحدي هاكله على قطمتين، بس ايوه. قدام الشعب عشان هاكله على 3. عشان خاطر الفولار بس، ايوه. عشان خاطر الفولار ما ينفعش والبرستيج وكده. فمدياني سندوتش، فالسندوتش متلج. فبقول لها هل ممكن تسخني؟ انت عارف عملت ايه؟ تطلب المستحيل. عملت ايه انت بقى مش في انت مش المستحيل؟ هتصدق هي عملت ايه. راحت واخده السندوتش، حطاه كده. لا يا راجل. والله العظيم، لا 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 والله لا لا العظيم، لا والله لا. العظيم، بتهزر. والله العظيم. يا نهار اسود. فعلا. شفت بقى، والله دي بت... العظيم زي ما بقول لك. دي انا كنتش يعني. مصدق. مش انا بس، انا الناس اللي جنبي والناس اللي الكل بقى بيبص اهو. آه. فراحت مقدمهولي، فقلت لها لا انا مش جعان شكرا، ربنا يخليك. مقدمهولك بعد ما بعد حكت بعد بعد ما ما حكيتهولك في بطها. بعد اتفضل يا ما حبيبي. بعد ما حكيتهولك في بطها. اه الفكره ما هي بتحطك في مكانك عشان ما ايوه، تنساش انت تنساش. بتحبب ايه. خد يا آه. حبيبي اهو. عايز اهيتو؟ انت عايز انت هترجعني. سخن، انت انا هترجعني اديهولك سخن. جالي تاني، اسخنهولك في ميكرويف وبتاع. فين ايام لما كنت تجي لك المضيفة وتقول لك بيف تشيكن اور لام، بيف تشيكن اور فيش. فاهم؟ وتلاقي ايه ده في فرايتي. طب انا اختار ايه بقى؟ طب البيف بالايه؟ فتقول لك والتشيكن بالايه واللام بالايه. يا سلام، كانت ايام عز، كانت ايام عز. مش تحطوا لك بس تحت بطها. الحق يقال ان الشركات الخليجيه مختلفين دلوقتي طبعا. بس ما انت بتدفع برضو. هم عظام قوي في حاجه، السعر بتاعهم لما هتبقى تسافر حته بعيده وهتروح تقف عندهم وتكمل، دي بتبقى. بتبقى دمها خفيف. ايوه، دي بتبقى احن شويه طبعا. بتبقى كومباتيتيف، يعني انت هتلاقي ان هو نفس السعر بتاع انك انت تاخد. يعني انا عندي واحنا رايحين سنغافور من باريس، كان عندنا اوبشن ان احنا نسافر دايركت من باريس لسنغافور، اه. بس اللي هو هيسخن لك السندوتش تحت باطه، او ان احنا نقف في الدوحة 2 3 ساعات ونكمل.
فقلت لا، نقف في الدوحة ايوه ونسافر كده وماله. اه بآدميتنا، صح. ناكل أكلة عدلة، اه محدش ينف عليك في ايوه الطيارة. بدل الاكل تحت البطاط ده. مش بحبش أنا، ما ايوه. بحبش. بتحبش ايه؟ هو في بني ادم بيحب؟ انت هو انت لوحدك اللي مش عايز لا في يعني؟ ناس، لا في ناس ممكن الموضوع ده تخيل. لا تخيل. لا، اصل في كل حاجه، كل فوله مسوسه وليها كيال اعور. اه طبعا طبعا، حلو المثل ده. في واحد ممكن تلاقيه ممكن واحد كمان. ممكن واحد بقى من بين رجليكي مش من تحت بطنك. والله والله فكرت فيها، بس قلت علشان عشان عايز درجة حرارته أعلى شوية. انت دايما مخك كده نازل على تحت وجاي في شمال، مش ممكن صبع مش صبع يا ممكن. برنس. صبح صبح يا معلم. هي دي الحياة.